بما إن موسم الرمان بدأ، هنعمل سلطة مغذية ومليانة فوايد وتنفع قوي في الصيف في الوقت ده، أو بمناسبة دخول المدارس ممكن ناخدها معانا الجامعة أو المدرسة. هنجهز الصوص بتاع السلطة: زبادي وزيت زيتون وتوابل وبنجر مبشور. هنضيف المكرونة المسلوقة ونقلب، ونضيف أي خضار أو فاكهة احنا عايزينه، ونحاول نقطعهم يكونوا قد بعض. وبالهنا والشفا. جربتوا قبل كده تعملوا المانجا سلطة سبايسي؟ تعالوا نشوف ممكن نضيف ايه عشان نعادل بين طعم كل المكونات. طماطم وذرة هيدوها سنة تسكيرة، والرمان هيديها مزازة، والفلفل الأخضر عشان القرمشة، وبعدين المانجا. بس حاولوا وانتوا بتنقوها تكون ناشفة شوية وماسكة نفسها. هنقطعها مكعبات، وبعدين نضيف الصلصة. هي مش حامية قوي، بس اللي بيحبوا الحاجة سبايسي قوي ممكن نضيفوا فلفل حامي. كل المكونات دي على خس فريش من جرين هاوس. لو جربتوها قولولي عجبتكم ولا لأ. سلطة جبنة قريش بطريقة جديدة، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنضيف خس فريش أو أي أوراق خضرا بتحبوها، وتضيفوا عليها الخضار اللي بتحبوه. وبعدين الجزء الحلو هو إضافة كرات الجبنة معمولة بحبة البركة والسماق، وبتدي طعم وشكل حلو للسلطة. هنضيف رمان، وطبعا جبنة يعني طماطم، وضفت تشيري توميتوز والدريسنج، وكده بقت جاهزة. قوليلي لو عايزين وصفة الجبنة. سلطة سهلة ب3 أنواع فاكهة، منهم الحرنكش و3 أنواع خضار وبروتين، ودريسنج جاهز من جرين هاوس. كل ده مخدش وقت لأنه جاهز عندي قبل كده. قطعت الورق الأخضر بإيدي حتت صغيرة، والتفاح والفجل الأحمر. الحرنكش خلى طعم السلطة تروبيكال وحلو قوي. ضفت رمان عشان فوائده، وكمان عشان يزهزه السلطة. واللي خلى كل المكونات دي يبقى طعمها حلو مع بعض دريسنج جرين هاوس الجاهز سيزر، في مايونيز وزيت زيتون وجبنة بارميجان. وبجد خلى طعم السلطة حلو قوي، والوانها حلوة، وما خدتش وقت خالص لان كل حاجة متجهزة قبل كده. شوفوا الفيديو اللي فات عشان تشوفوا جهزتها ازاي. سلطة ب5 مكونات بس، بسيطة وطعمها حلو، ونستغل فيها ان الخضار متوفر وطازة. الجبنة القريش الكريمي مصدر حلو للبروتين، لو مش بتحبوا القريش العادية هتحبوها كده اكتر. الفراولة في الموسم بتاعها بتبقى فريش وطازة. المكسرات بتدي قرمشة. بلسمك جليز عاملاه في البيت بمكونين بس: خل بلسمي وعسل نحل. طعمه فرق في السلطة جدا وخلاها أحلى بكتير. جربوها وقولولي لو حابين وصفة. كل اللي محتاجينه أي حاجة باقية في التلاجة: ورق أخضر وفاكهة وخضار ودريسنج، وكده السلطة بقت جاهزة. قولولي اللي بتحبوا تاكلوا سلطة كل يوم وبتحبوا تحطوا عليها ايه. سلطة مريحة وخفيفة عشان الجو ده، بحاجات بسيطة جدا وطازة، بس طعمهم بيبقى حلو لما يتحطوا على بعض. مفيش أجمل من الجرجير لما بيبقى طازة، وهيبقى أحلى لو كسرنا الطعم اللاذع بتاعه بحلاوة التين. ونضيف جبنة قريش عشان نزود البروتين، ونضيف له حاجة تديله قرمشة زي الرمان، ونرجع نحليه تاني بعسل. وضفت لوز عشان يزود القرمشة. بالهنا والشفا. جربت أعمل سلطة بلونين بس، وهما الأخضر والأحمر. فتحت التلاجة وجبت أي حاجة بلونين دول. لقيت خس ورمان وجريب فروت وخيار وبنجر وتفاح والإيطاليان دريسنج بتاع جرين هاوس. حطيت كل المكونات على بعض، وعصرت ليمون على التفاح الأخضر وجريب فروت على التفاح الأحمر، وقطعت باقي الجريب فروت وحطيته على السلطة، وزودت كمان عصير جريب فروت عشان خلاها فريش أكتر. حطيت الدريسنج جاهز من جرين هاوس. ومع ان السلطة لونين بس سبحان الله كل حاجة ليها طعمها، واضافتهم مع بعض خلى طعمها احلى.